أسوأ مباراة قدمتها برشلونة مع كلوب بروج. لعب مفتوح بزاف بروج، دوك الاهداف كاملين 3 اهداف غير بالكونتر اتاك باش ماركات دوك الاهداف على برشلونة. أسوأ مباراة في تاريخ كرة القدم ديال برشلونة هي هذه المباراة هذه في دوري ابطال اوروبا. كلوب بروج قال لي هو ضعيف اصاحبي، ويتعادل معاك ويماركي عليك 3 اهداف. هو كيماركي الهدف الاول وانت كتعادل، كيماركي الهدف الثاني وانت كتعادل، كيماركي الهدف الثالث وانت كتعادل. أسوأ مباراة قدمتها برشلونة. اللاعب الواحد برشلونة هو لامين يامال. من غير لامين يامال كلشي ما كانش، من غير لامين يامال ما كاين حتى شي واحد. حتى تشيزني اللي كنا معولين عليه غادي يعوض غارسيا، شفتوا الكواري والاهداف اللي دخلوا عليه. أسوأ مباراة هو قدمها تشيزني في هذه المباراة هذه مع الفريق هذا. اي كونتر اتاك كيطلع كيتماركا عليه. وبينكم هذه المباراة هذه ما عجبتنيش. برشلونة واخا ما خسرش هذه المباراة تعادلها، فريق مثل هذا الفريق هذا فريق ضعيف شنو ضعيف. بالغير بالكونتر اتاك ماركا عليك 3 وتعادل معاك والهدف الرابع. لو ما كانش الفار كان غادي يكون هدف رابع. الفار ينقذ برشلونة من الخسارة وينقذها من هدف رابع. أسوأ دفاع، أسوأ وسط، أسوأ جول. لامين يامال هو اللي كان في المباراة، اسيست في الهدف الاول، الهدف الثاني لامين يامال، مساهمة في الهدف الثالث. لامين يامال هو اللي كاين في برشلونة، ما كاين هو اللي كاين في برشلونة من بعد الغيابات الإصابة. لامين يامال أسوأ مباراة قدمتها برشلونة.